أهلا، السلام عليكم. من جد مرة وحشتوني، وللأسف إنه ما عاد صار عندي وقت إني أصور كثير، فعشان كذا كل فترة وفترة أنزل لكم فيديو واحد بس. فيديو اليوم حابة أوريكم كيف تسووا ماكرون ويزبط معاكم حرفيا من أول مرة. طبعا كل حاجة لازم تكون بحرارة الغرفة. أول ما يصير معاكم المارينج اللي هو بيض البيض والسكر بالشكل هذا، اعرفوا إنكم ماشيين صح. الخطوات المهمة كمان إننا ندخل السكر البودر ودقيق اللوز مع بعض، حتى لو كانوا أوريدي مطحونين، لأنه حيطلع لنا نفس التكتلات دي اللي شفتوها قبل شوي. أهم خطوة من خطوات الماكرون اللي هي الماكروناج، اللي هي هذه الخطوة إننا نقدر نسوي خط متواصل أو رقم 8 بدون ما يتقطع معانا. وأول ما يصير عندكم تاج الماكرون أو هو نفس الماكروناج، لما ننخبز الماكرون اعرفوا إنه أنتوا هنا ماشيين حرفيا صح. أنا أفضل إنكم تحطوه على parchment paper اللي هو ورق زبدة، أفضل من ما يكون على السيليكون. ومهم إننا نضرب الصينية عشان يكون الماكرون شكل واحد. لما تلمسوا الماكرون تشوفوه ما لصق على يدكم، هنا شغلكم مرة تمام. شايفين؟ هذا هو الماكروناج الطبق اللي تحت، فهنا تعرفوا إن شغلكم ماشي مزبوط. غالبا حتكون في حبات أكبر حبات أصغر، فعشان كده لازم تقيسوا كل واحدة مع الثانية حتى يعني يكون عندكم زوجين متطابقين، لأنه مو شرط إنهم يكونوا كلهم نفس الأحجام، بس على الأقل إنهم يكونوا قريبين. يعني عادي حتى لو المثل اللي فوق شوية أكبر أو أصغر بشوي من اللي تحت فإتس أوكي. وطبعا خليتها تبرد، يعني حرفيا أخذت وقتها لين ما بردت نهائيا، يعني تماما قصدي. حشيتها بقناشة شوكولاتة مع القهوة وحطيت عليها توت أحمر، وبعد كده خليتها في الثلاجة أوفر نايت عشان تتمازج النكهات وتصير كده حاجة سوفت ولذيذة مرة. كمان طعمها بيصير أفضل كل ما خلينا بالثلاجة. شايفين كيف شكلها يجنن؟ حرفيا طعمها كان مرة خرافي. وبالعافية عليكم.